شخصية سياسية، طبعا هاي الشخصية احنا لازم ما نذكر اسمها لأنه رجل الأعمال والسياسي عمار الحمداني يقول ما لازم نذكر اسم هذه الشخصية إلا نتوظف، احنا لازم نتوظف قبل ما نذكر اسم هذه الشخصية. طبعا هذه الشخصية السياسية هي السيد محمد الحلبوسي. أنا بالنسبة لي اليوم يجيب اسم سيادة الرئيس الحلبوسي أقول له توضأ لأن هذا الرجل مقدس. راح تقول لي شنو مقدس؟ راح أقول لك مقدس بالنسبة لأهل الأنبار وبعض من مناطق بغداد والعراق، مقدس لأن هو بعد النار عن أهله ووداهم للجنة، فهذا يعتبر إنسان مقدس حقيقة. أنا بالنسبة لي هذا نبي حجي مو بس يعني مقدس اذا مودي اهله للجنه، هسه اللي يريد يطب للجنه شو يسوي؟ يروح للانبار. يمكن اذا منطين مجال شوي للحمداني كان بشر عن الدين الجديد للحلبوسي، ولو صابرين له شوي كان قال البيان التاسيسي لحزب تقدم اوحي اليه. المهم السيد الحلبوسي يقال انه هو البطل المقصود من مسلسل دهن حر، واللي سوف يسلط الضوء على الرئيس وقصه كفاحه ونضاله لحين وصوله لمجلس النواب. بطل هذا العمل هو اياد راضي، واذا فعلا الموضوع طلع صدق فرئيس لازم مو بس نوابك توقعهم على الاستقالات، حتى الفنانين بالجديد سعد خليفه وسولاف وماجد ياسين والى اخره، او تجتثهم من الساحه الفنيه، تخليهم يعتزلون العمل السياسي قصد الفني يعني.